الإيجار زيد علي الإيجار 450. قلت له أنا ما عندي هذا المبلغ. يقول لي يا أما تستحي أقولها يا صارت مساومة يعني خلينا نقول بالقلم العريض. زين. قلت له أنا ما عندي هذا الشيء وما يعني قال لي لا عاد إيجارك يصير 450. قلت له ما عندي هذا المبلغ. قال لي اليوم تفرغي لي الشقة وفعلا بليلتها طلعني. زين. عندي وحدة صديقتي هنا همينة بالكفاح، حكيت وياها قالت خلي غراضك شمي وابقى يميش كم يوم لحد ما تشوفين مكان وتقعدين. بس صراحة رجلها ما قبل. هم حقه أنا ما أعتب عليه، لأن من ناحية أنه هو رجال لا هو يقدر ياخذ راحته ولا أني. زين. يعني أنا قعدت يمهم والله العظيم تقريبا أسبوع، الجبة والشال ما نزعتهم، بس من يطلع يروح للقهوة. زين. المهم عدت الفترة، وبهاي الفترة اللي انطاني اياها ما خليت احد ما تواصلت وياه من الجهات المعنية اللي يعرفهم. الدكتورة نوارة عاصم وموجودة المحادثة عندي، لان هي سابقا قالت اني اجرك يا اما محل تفتحين بيه قهوة او سكن. زين. فاني تواصلت وياها قلت لها محتاجة سكن. موجودة المحادثات. تواصلت ويا واحد يشتغل يعني وياها اسمه ياس خضير او خضير ياس هيك اسمه. تواصلت وياه قال اني ابلغ الدكتوره ولحد الان ما رد لي اي خبر عفته. خليت يعني ريان الكلداني الناس خير انطتني رقمه قالت هو يساعدك. بس يعني انت اليوم تواصلتي ويا ناس خيرين. ما اخر شيء قال لي يعني واحد يشمرني على الاخر. شيخ ريان رجال اول شيء طيب ويساعد الناس، ودكتوره نواره زينه تساعد الناس. والله العظيم هاي على كل كلمه الله شاهد ورقب، والمحادثات موجوده. واحد يشمرني على الاخر. اخر شيء ناس قالوا لي اتصلي على 911 وكتبي تسجلون المناشده مالتك. تواصلت وياهم ماكو، سجلوا اول البارحه بالليل تقريبا بال10 بال11 حكيت وياهم لانه انسدت كل الطرق بوجهي يعني اي سكن ما عندي. بس اول شغله ست حاليا وين ساكنه؟ اني حاليا يم مرة كبيره بالعمر قاعده يمها مؤقتا لحد ما القى لي مكان. لحد ما تلقي لك مكان. لحد ما القى لي مكان.